السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى معانا اكلة سي فود جامدة جدا، صبيت وجمبري. تابعونا بقى في الفيديو ده وشوفوا بقى عملنا الصبيت الجميل ده ازاي. بصوا ده معانا صبيت اهوت مغسول ومتنضف تمام، وفي جمبري برضو متقشر تمام كده. اخدت كده جزء من الصبيت اللي معايا ده وقطعته تقطيعات صوابع كده. بصوا الصوابع ديت بتاع الصبيت دي ولا تكون رفيعة ولا تكون تخينة تمام كده، تكون وسط معقولة عشان تبقى سهلة معانا كده لما نيجي بقى ايه نحمرها وتبقى مقرمشة معانا زي ما هنشوف ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة. تمام كده. اول حاجة بقى هنعمل شوربة السي فود. تمام كده. معايا جمبري اهوت متقشر ومعايا صبيت متنضف ومعايا البهارات. بصوا بقى اي اكل السي فود البهارات الاساسي فيها الملح والكمون والكزبره الناشفه تمام كده. حابين بقى تضيفوا انتم اي اضافات تانية زي بصل بودر او توم بودر او بهارات سمك براحتكم، ده على حسب رغبه كل واحد، بس هما الاساسي في السمك. انا صراحه ما بحبش بهارات الايه، ما بحبش بهارات السمك، بحس ان هي بتضيع طعمه يعني. تمام كده. حطينا اهوت الصبيط بتاعنا والجمبري اللي هو متقشر ومغسول تمام كده، وهنحط البهارات بتاعتنا ملح وفلفل ملح معذره ملح وكمون وبصل بودر وتوم بودر، ومعانا كده عود من الشبت هنقطعه عليها تمام كده، وهنقلبهم نديها تقليبه كده بالمعلقه او بالبوله اللي معانا ديت نقلبها كده فيها تمام. منقلبش كتير بالمعلقه عشان خاطر ايه ما يتهريش معانا تمام كده. وهنقطع بقى الشبت بتاعنا وهنسيبه بقى في التلاجة بقى على جنب كده. ايه التتبيله دي تاخد مع بعضها كده عشان تدينا طعم جميل في شوربه السي فود زي ما هنشوف دلوقتي. تمام كده. وما تنسوش بقى تعملوا اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. وشكرا ليكم يا احلى متابعين في الدنيا. زي ما انتم شايفين اهوت نقلب بالمعلقه بشويش خالص، او اما بالبوله كده نرفعها كده نقلبها بالبوله من غير المعلقه عشان ما يتيريش مننا. تمام كده. بس كده شوربه اكله بقى، قصدي سي فود اكله بقى. بصوا مكلفه ماديا، بس زي ما هي مكلفه ماديا ليها بقى فوائد صحيه جميله جدا. السي فود طبعا مفيد جدا جدا، فوسفور بقى وحاجات كده بتدي طاقه للجسم وباور كده، والمناعه بتاعتنا بقى اللي هي بايظه دي بعد اجواء كورونا وكده. ما تنسوش بقى لأول مرة يشوف قناتي ان هو ينورني بالاشتراك ويبقى من عيلتي الجميلة ويعمل لي لايك. وشكرا لكم احلى متابعين في الدنيا. بعد كده بقى هنخش على الخطوة اللي بعديها ونشوف بقى. بصوا معانا الصبيت اللي انا قطعته اهوت شرايح اصابع يعني، ومعايا البهارات اللي احنا اتفقنا عليها، ومعايا دقيق تمام كده. هنحط البهارات ديت على كوبايه الدقيق ديت، وهنجيب بقى ميه وهنقلبها. نخلي الدقيق ده سايب كده تمام، ولا هنخليه تقيل قوي ولا سايب قوي زي الميه، يعني هو ايه يبقى اتقل من الميه شويه تمام، عشان خاطر ونقلبه كده الرب كويس بمضرب او بالمعلقه. ونحط بقى الصبيط بتاعنا فيه يتبل، عشان خاطر الصبيط ده احنا هنعمله مقلي النهارده وعايزينه كده يبقى مقرمش وجميل قوي قوي في البق كده. ناكل الصبيطه في البق كده تبقى مقرمشه. واهم حاجه عايزين الصبيط زي ما قلت لكم ولا نقطعه رفيع قوي ولا نقطعه تخين، لان لو قطعناه تخين هيبقى معانا ايه مش هيستوي معانا كويس او هيعذبنا شويه في التسويه. وهنا حطينا معلقه من البابريكا ديت يعني اختياري، حابين تحطوها مش حابين براحتكم. تمام كده. احنا اتفقنا ايه هي البهارات الاساسي في اي سي فود تمام. زي اهوت زي ما انتم شايفين كده احنا ربناه معانا اهوت. وهنحط بقى ايه الصبيط بتاعنا نسيبه بقى يتبل. وبعد كده بقى هنخش على الخطوه اللي بعديها، نشوف بقى احنا هنعمل ايه. احنا بقى ناس شاطره وبنعمل كل حاجه بقى ايه واحنا واقفين في المطبخ كده كله ورا بعضه، وطبعا كلنا بنتعلم من بعض. وممكن تتعلموا مني حاجه، انا ممكن اتعلم منكم حاجه، عادي جدا. بنفضل نتعلم لحد يوم ما بنموت. احلى متابعين في الدنيا. الحياة كلها تجارب وكلها تعليم، وربنا يصلح حالنا جميعا. هنخش بقى على الخطوة اللي بعديها. معانا حلة كده على البوتاجاز ومقطعين فيها بصلاية كده او ضربينها في الكبة تمام كده. وفي شوية زيت مش كتير يعني،
وهنقلبها كده، نديها تقليبه، نتبلها تتبيله كده ايه بسيطه، لان الاكل بتاعنا ما بياخدش سوا كتير، اللي هو الصبيط والجمبري اهوت سيبناهم شويه على جنب يتبلوا. فاحنا بقى هنجيب البصله كده ونتبلها ايه، ندبلها قصدي يعني في الزيت. وبعد كده بقى هنحط عليها الايه السي فود بتاعنا اللي احنا مجهزينه، عشان نعمل احلى شوربة سي فود على السخن زي ما انتم شايفين كده. جربوها جميلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله، تتبسطوا منها وهتشربوا احلى شوية شوربة بجد جميلة جميلة يعني. ودي بقى شوربة بقى السي فود بقى البيتي اللي مش مكلفة، تمام، اللي هي يعني ايه بامكانيات من البيت، يعني خضار وحاجات من البيت. احنا ما هو الا علينا اشترينا الجمبري والصبيط بس، بقيت بقى المكونات حاجات كلها موجودة عندنا في البيت، نعمل بيها من غير ايه ما نكلفها، ونبقى عملنا اكلة جميلة ومفيدة. تمام كده، حطينا بقى خلاص السمك بتاعنا الجمبري والصبيط على النار على البصله. وبعد كده بقى هنجيب طماطميه مقطعينها كده، وهنجيب فلفل الوان فريش موجود، مش فريش لو متفرز عندكم زي ما هو كده معايا متفرز، فهنحط برضو. وطبعا كميه الطماطم او الفلفل هنحطها على حسب الكميه السي فود اللي احنا هنعملها. تمام، انا حطيت على قد الكميه اللي انا بعملها. ومعايا كده 5 فصوص من الثوم مدقوقين وحطيتهم، وهقلب بقى السي فود بتاعنا ده كله بقى مع البصل مع كل حاجه، نقلبها تقليبه محترمه كده من فوق لتحت ومن تحت لفوق. وبعد كده بقى ايه هنحط بقى ايه الطماطم، معلش طماطم ايه معذره، هنحط بقى الايه اللي هنشوف اكلنا احنا طبعا متبلينه. ممكن نضيف شويه صغيره من الملح والكمون، حاجه بسيطه ما نكترش لان احنا طبعا متبلينه قبل كده. تمام، وهنحط بقى ايه الميه بتاعتنا عشان بقى نعمل احلى شوربه بقى سي فود معانا. وما نكترش الميه كتير، نحط برضو على قد الكميه اللي معانا. واول ما نحط الميه نعمل ايه نعصر عصره ليمون نحطها على الحاجات. وزي ما قلت لكم كده بقى نحط ايه عصرة ليمون، وعشان خاطر ايه ما نحسش بقى ايه بزفارة كده. بس كده. وهنحط بقى شوية من المية كده على قد الكمية اللي معانا، ونسيبه بقى يستوي كده على النار، ونشرب بقى مع بعض احلى ايه شوربة سي فود تعجبكم جدا، وكلها بقى فوايد وحاجات جميلة قوي قوي. وما تنسوش بقى وانتوا بتتفرجوا على الفيديو الجميل ده كده تعملوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، وتكتبوا لي كومنت حلو منكم بيبسطني جدا ويسعدني قوي قوي. بعد كده بقى هنخش نعمل على ايه الصبيط المقلي. تمام، هنجيب كده شويه معانا من الدقيق، زي مثلا ايه كوبايه من الدقيق، وهنحط عليهم شويه من النشا بقى مع الدقيق، عشان خاطر يبقى ايه يدينا قرمشه كده واحنا بنيجي ناكله، ويبقى كده ما شاء الله مقرمش وجميل قوي قوي. تمام كده، وهنحط طبعا بهارات على الحاجات ديت. واتفقنا بقى البهارات الملح والكمون والكزبره الناشفه، وهنقلبهم على بعض. حابين بقى تضيفوا اي بهارات بقى تانية، بابريكا، حابين تضيفوا بقى بتاع ده معذره بصل بودر او توم بودر براحتكم، ده على حسب رغبه كل واحد. تمام كده. والله انا عن نفسي انا من الناس السي فود بالذات او السمك عامه ما بحبلهوش بهارات غير حاجات عاديه خالص، عشان خاطر ما يضيعش اي طعم ليه. انتوا بقى تحبين تضيفوا بهارات تانية وكده، ده على حسب رغبتكم انتوا، بس انا بقول لكم ده رايي الشخصي اللي انا بحبه في السمك عامه او السي فود كله، يعني بكل انواعه وبكل حاجه فيه يعني. بس كده. وحطينا بقى اهوت شويه اهوت من البابريكا، دي اختياري يعني، حابين تضيفوها مش تضيفوها براحتكم. وهنجيب بقى معانا الصبيط بتاعنا اهوت اللي احنا كنا متبلينه مع بعض، عملنا له الخلطه بتاعته وتبلناه، وهنحطه كده بقى في الدقيق ونقلبه كده زي ما انتم شايفين. وهنكون مولعين بقى على زيت على النار كده، ونحمر بقى الصبيط بتاعنا ده بقى، هنشوفه دلوقتي مقرمش وجميل قوي قوي. وشايفين الصوابع معقوله متقطعه كده، معقوله، ولا هي تخينه ولا هي رفيعه. تمام كده، بس كده. وهنشوفه بقى واحنا بنحمره كده ونعمله بقى نطلعه لون ذهبي كده وجميل. واكله جميله قوي قوي، مكلفه زي ما قلت لكم ماديا جدا في الايام اللي احنا فيها ديت، ولكن مفيده قوي 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 لينا ولولادنا
من كل وقت للتاني كده نعمل لهم اكله حلوه زي دي كده. بس كده، وده كان اكلنا النهارده وغدانا اكله سي فود محترمه. وادي شوربه السي فود، وكنا عاملين طبعا رز صياديه بس انا ما صورتوش معاكم. وخلاص، والسي فود بتاعنا اهوت شايفين الصبيط بتاعنا مقرمش وجميل ولونه ذهبي وجميل قوي. ودي كانت سفرتنا. يا رب يعجبكم الفيديو بتاعي، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، ومع السلامه.